فرشه سنان او اي فرشه مقاربه لفرشه السنان، فحط عليها شويه جاز ابيض وعليه كحول. هتبدا فروه الراس دي بقى تعتبرها سجاده انت واخد عليها 50 جنيه. بص النتيجه، بص فروه الراس بعد ما دعكنا بالفرشه وعليها الجاز الابيض ونسبه كحول، بص النتيجه عامله ازاي. دي ما اسمهاش نتيجه يا جماعه، دي اسمها ان انا شلت حاجه موجوده دلوقتي لكن ما عالجتش المشكله. يعني القشره دي كان ليها سبب بتتكون ليه، قلنا ممكن تبقى قشره عاديه فعلا بس زياده شويه، ممكن تبقى اكزيما دهنيه، ممكن تبقى تينيا كابيتس او فطريات في فروه الراس، ممكن تبقى تينيا ملونه، ممكن تبقى صدفيه. السبب ده لم يزل ولم يتم علاجه، كل اللي عملته ان انت فركت وشلت القشور السطحيه اللي اتكونت بسبب المرض، فده هيستفز الجلد اللي اصلا مريض ان هو يكون قشور اكتر عشان يعوض القشور اللي انت شلتها بالعنف. ده غير ان الجاز والكحول هيسببوا التهاب في الجلد اللي انت قعدت تفركه اصلا، والاحتكاك ده هيزود الالتهاب اكتر، فهيزود المشكله اكتر، فهيزود القشره اكتر، والعيان هيروح لدكتور جلديه في الاخر. فارجوكم نروح له في الاول اللي بعده.